قلنا هي ساقطه عليه من الناحيه الشرعيه. كيجيو الولاد كيجيو حنا مثلا الجيران شرينا شراو الحولي، ولادي كيطلعوا عند الجيران يقولوا يمشيو يشوفوا الحولي، ويجيو لعندي يقول لك شري الحولي يا بابا نشريوه. لا بدا ما نشريه. هذه السيد خصو يحافظ على الاسره ديالو، خصو يحافظ على وليداته. الجيران فرحانين والوليدات ما فرحانش، ما يمكنش. هذا كنقولوا له اذا لم تجد الا ذلك الباب فانت مضطر لترك ذلك الباب. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. ما بقى له ذاك الباب كيمشي للبنك وياخذ ذاك القرض وكيمشي يشري الحولي. ماشي كيشري الاضحيه، ماشي باش يشري الاضحيه، لا باش يحافظ على الاسره ديالو. المسلم إلى اقتناء أضحيته بقرض ربوي فيه من الوعيد الشديد ما فيه تحت مظلة الضرورة. أنا أرى أن الضرورة أن لا يتكلم مثل هؤلاء في الدين. أما باش تجيني تحت عباءة الضرورة تبيح المحظورات ولم تقدر للضرورة قدرها ولم تعرف أنت قدرها، لأنه لو عرفت قدرها لما تجرأت على الله ولما كنت سببا في الترويج للربا. وكن مهني الفقير في المغرب بناء على الفتوى الجائرة الباطلة العبثية إذا ذهب إلى البنك لا يمكن له أن يحصل على قرض، لأنه لا يمتلك ضمانات. اش من ضمانة عنده؟ لأنه فقير. الفقير الشعار ديالو أنه فقير، ولكن الفقير هو الفقير من الإيمان، الفقير من المواقف، الفقير من التوكل على الله سبحانه وتعالى. المالكية يقولون لا تسن الأضحية للفقير، والفقير عند علماء المالكية هو الذي يملك قوت عامه، فإذا ضحى وأثر ذلك على قوت عامه لا تسن له ولا تشرع له الأضحية. اسمع شو يقولوا المالكية: ولا يشرع له أن يستلف من اجل الاضحيه. راه انتبه، المالكيه راه العلماء القدام ما كانش يقول لك تسلف من البنك الشعبي، ان يستلف القرض الحسن اللي ورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: هل ستهلك الانفس اذا لم يضحي الغير المستطيع؟ سؤال. اذا كان سيترتب عليه هلاك انفس، هنا غنقولوا يه ضروره ولا بد ان ترفع هذا الضرر، لابد أن يرفع ولا بد أن يزال، لكن أين هو؟ لا يوجد. ما كاين حتى شي ضرر. واش اللي ما كلاش البولفة في نهار العيد غيموت؟ واش اللي ما كلاش كما تنقولوا حنا التقلية غيموت؟ واش اللي ما كلاش الراس مبخر غيموت؟ أين هي الضرورة؟ السؤال: أين هي الضرورة؟ لماذا التلاعب بالأحكام؟ لما جاء رجل إلى الإمام مالك قال له: من أين أحرم؟ هذا إمام دار الهجرة، وهذا الأثر ذكره الإمام عبد الحق في الاعتصام الشاطبي، ذكره الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام، وذكره عن الإمام أبو بكر، عن الإمام أبي بكر، عن زكريا عن الزبير بن زكريا قال: دخل رجل على الإمام مالك في المدينة، لا يفتوى مالك في المدينة، ومالك خصوم كثير من علماء السوء الذين يقتاتون باسمه اليوم وتحت مسمى المذهب، باش نتفاهموا. جاء عند الإمام مالك في المدينة قال له: يا إمام. قال له: نعم. قال له: من أين أحرم؟ بغيت نلبس الإحرام. قال له: النبي صلى الله عليه وسلم راه بين لك المواقيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت خمسة المواقيت ديال أهل الحجاز وديال أهل الشام وديال أهل العراق وديال أهل المغرب، بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل اليمن معروفين 5. قال له: يا إمام، أنا غنحرم من المسجد، من عند القبر، بغيت البركة ديال المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونمشي على رجلي حتى لذي الحليفة. قال له الإمام مالك: إني أخشى عليك الفتنة. غيرد على الإمام مالك قال له: وأي فتنة تخشى علي؟ ما هي إلا أميال أزيدها، بعض الكيلومترات غنزيدها. كبرتي الموضوع دغيا، قلتي بأنك تخشى علي الفتنة. قال له الإمام مالك: وأي فتنة أعظم من أنك ترى سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا عليه قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة. الإمام مالك الذي يتجرأ بعض الناس على مخالفته ويدعون الناس إلى فتح باب الربا تحت مسمى وعباءة تجديد الخطاب الديني،
الإمام مالك يقول، اسمع مزيان: تصفحت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلم أرى شيئا أشر من الربا لأن الله أذن فيه بالحرب. هذا كلام الإمام مالك، وراه لا بركة فيه، والإنسان يتقي الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع لهذا الحديث: ما أحد أكثر من الربا إلا وكان عاقبة أمره إلى قلة. الله غير يستدرجهم لعلهم يرجعون ولعلهم يتوبون. ونفس الشيء بالنسبة لأصحاب المكاسب المحرمة.